حادثة عربية واحدة بسيطة كشفت عن جريمة قتل مرعبة. تعالوا مع بعض نعرف التفاصيل ونعرف القصة كاملة. القصة بدأت لما عربيتين كانوا ماشيين مع بعض في شارع واحد، وهوب العربيتين خبطوا في بعض. حتى بسيطة، في عربية فيهم زعلت شوية، بس الحمد لله مفيش لا دم ولا كسر ولا أي حد حصل له أي حاجة. صاحب العربية بكل بساطة وبكل أدب كلم الشرطة. الشرطة جت وبدأت تاخد إجراءاتها الطبيعية، يشوفوا الرخص، يتكلموا مع الناس، يحاولوا يحاولوا يرادوا الطرف المتضرر من غير ما يعملوا أي محضر أو أي إجراء قانوني. الضابط لاحظ وهو بيتكلم مع صاحب العربية التانية إن هو متوتر ومش على بعضه، فالضابط بدأ يفتش في العربيتين. وهنا كانت المفاجأة المرعبة، لما الضابط فتح شنطة العربية لقى فيها شنط متقفلة، والشنط دي خارج منها ريحة مش طبيعية. الضابط فتح أول شنطة وهنا كانت الكارثة، لقى راس واحدة ست. في اللحظة دي صاحب العربية انهار، وقع على الأرض وابتدى يصرخ ويعيط ودخل في حالة انهيار عصبي. طبعا الشرطة قبضت عليه وخدوه على القسم وتحفظوا على العربية، وبدأت التحقيقات. عايزين يعرفوا مين صاحبة الجثة، مين الست اللي اتقتلت، ازاي اتقتلت، وايه الأسباب اللي خلته يقتلها. ومع التحقيقات اكتشفوا وعرفوا ان دي تبقى مراته. طيب قتلتها ليه؟ على حسب كلام القاتل انه بيقول ان هو دخل في شجار عادي جدا بينه وبين مراته، لان هي كانت عايزة تروح عند اهلها تزور اهلها، وهو قال لها لا مش هتروحي. كلمة من هنا على كلمة من هنا، الموضوع اتطور ما بينهم، جاب السكينة غزها. ليه عملت كده؟ ما يعرفش ليه عمل كده. لما عملوا تحليل للقاتل اكتشفوا ان القاتل كان بيشرب مخدرات، وهو اعترف وقال ان في الوقت ده كان تحت تأثير المخدرات. طيب انت كنت مقطعها ليه؟ يعني انت كنت تحت تأثير المخدرات وحصل خلاف ما بينكوا واتخانقتوا وقتلتها بعد تأثير المخدرات، ازاي قلبك يطوعك انك تقطعها وتحطها في اكياس وتحطها في عربيتك وعايز تاخدها ترميها في اي حتة في الزبالة ولا في الصحراء؟ ازاي بني ادم دماغه تجيبه ان هو يعمل كده؟ تفتكروا ان ده تصرف طبيعي؟ وتفتكروا كام جريمة حصلت في المجتمع وما اكتشفناهاش لولا الصدف اللي بتحصل زي دي؟ اكتبوا لنا في الكومنتات، تعتقدوا ان الجريمة دي حصلت بسبب الخلاف ما بينهم ولا حصلت بسبب تأثير المخدرات؟